هنعمل النهارده البطاطا من غير فرن ومن غير اي حاجه على عين البوتاجاز. هتعمليها وهتطلع معاكي مشويه وقمر كده، شايفين؟ تحفه يا بنات. وبصوا الصوص بتاعها ده هنعمله بعد ما نعمل البطاطا التحفه دي، مش هنشغل فرن ولا هنشغل اي حاجه. انتي ومشغله عين البوتاجاز هتعملي بطاطا مشويه تحفه ما كلتيش زيها قبل كده. بصي انا مش قادره امسكها، شايفين يا بنات؟ تحفه. يلا على طول معايا نشوف الطريقه وعملناها ازاي، وهتاكليها بقشرها، والله هتاكليها بقشرها. يلا على طول. اول حاجه هنا جبنا البطاطا وكانت مغسوله كويس جدا، نقعتها في ميه وبعدين غسلتها بالفرشه بتاعه الخضار. لازم تغسليها كويس عشان هي بعد كده بتتاكل بقشرها. هنقطعها كده نصين، لو عندك البطاطا صغيره فمش لازم تعملي خطوه التقطيع دي، بس انا البطاطا عندي هنا كبيره عشان كده قطعتها. هننزل كده بحوالي نص كوبايه من السكر في اي صينيه عندك، وهننزل بحوالي كده يعني شويه ميه صغننين مش كتير. هنرص البطاطا بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، وهنطلع بيها على عين البوتاجاز على طول. بس لازم يكون في غطا، يعني لازم يبقى في غطا كده اهو عشان تطلع زي المشويه. حطيناها كده على اعلى درجه حراره في عين البوتاجاز، تمام. وهنسيبها كده، بس مش يعني ايه، هنفضل عيننا عليها. اول ما نلاقي الميه اللي فيها اتشربت، هي يعني مش بتاخد 3 دقايق وتلاقي الميه اللي فيها اتشربت، تمام. احنا عايزين السكر اللي تحت ده يتكرمل سنه، يعني يبقى مكرمل كده شويه، مش يتحرق، لا يتكرمل شويه. هننزل عليه بكوبايه من الميه وهنغطي تاني وهنسيبها. وبعد شويه كده هنجيب سكينه ونختبرها، ده بعد ربع ساعه تقريبا، او المهم تبقى عينك عليها عشان ما تتحرقش. بعد ما نلاقيها استوت خلاص ودخلنا فيها السكينه دخلت بكل سهوله، هنوطي عين البوتاجاز على اوطى حاجه، يعني زي ما يكون بنسوي رز كده، تمام. وبعد ما وطيناها كده رحنا لقيتها خلاص الميه بتاعتها نشفت، حطيت لها زي كوبايه. بصي دايما كل ما تكشفي عليها تلاقي الميه بتاعتها نشفت، هتزودي لها ميه وتقلبتها كده اهو، شايفين؟ لغايه ما تستوي خالص وتبقى دايبه معاكي. بعد كده خلاص هتسيبيها، مش هتزودي لها ميه، وتسيبي السكر فيها يتكرمل زي ما انتوا شايفين كده اهو. السكر تحتها كان متكرمل وهي اخدت طبقه كده زي ما تكون مشويه. بصوا يا بنات شايفين؟ والله بصوا الفيديو ظالمها، بس هي الصراحه على الحقيقه لونها تحفه. هنشيل كده البطاطا بتاعتنا، خلاص السكر اتكرمل من تحت كده اهو، واحنا لازم ناخد بالنا مش عايزين السكر يتحرق، احنا عايزينه بس يتكرمل. ودايما طول ما انتي بتبصي عليها بتزودي لها ميه شويه شويه صغننين من الميه عشان خاطر ما يتحرقش كده. بعد ما خلاص طلعنا البطاطا رحنا نزلنا عليها بمعلقه من الزبده على السكر اللي هو في الارضيه، وده هيكون الصوص بتاعنا النهارده. جبنا بقى كوبايه من الميه وعليها معلقه من النشا ونزلنا على الخليط ده. هنفضل نقلب فيه لحد ما القوام كله يتجانس مع بعض ويبقى بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. بصوا ده الصوص بتاعها، عايزين تستخدموه مع البطاطا، مش عايزين تاكلوه لوحده، مش عايزين تاكلوا اصلا، عايزين تاكلوا البطاطا على كده. شايفين يا بنات؟ لون تحفه 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 والطعم رهيب. يلا بقى سمي الله وصلي على رسول الله وجربي الطريقه وشيريها على صفحتك ولكل اصحابك، وبس كده. يلا باي باي، اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.